السلام عليكم، وحشتوني جدا جدا. اهلا بيكم في قناتكم بيت منا. للاسف غصبا عننا الفتره الاخيره الاسعار عماله تزيد بشكل جنوني في حاجات كتيره قوي. تكاليف الجواز بقت صعبه. مش جايه عشان نقعد بقى نندب ونقعد نقول هنعمل ايه ومش هنعمل ايه. لا، انا بس فكرت ان انا احاول اساعدكم بشويه بنود كده نقدر ان احنا نوفر فيها شويه في الفلوس. نقدر نجيب نفس الحاجه الكويسه من اماكن باسعار اقل. ممكن نعمل تريكات توفر معانا جدا في التكلفة بتاعة تجهيزات الشقة والتجهيزات الشخصية لينا. بنتكلم بقى العفش، الديكور. البنود دي بتصرف كتير قوي، حتى تجهيزات العروسة من اول الفستان والميك اب والحاجات دي كلها. فده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. على قد ما اتذكر يعني وربنا يذكرني هحاول اقول لكم كل الحاجات اللي انا عملتها او البنود اللي انا شايفه ان انا وفرت فيها. كذلك انتوا بقى لو في حاجه انا نسيتها يبقى الفيديو ده ليه كده تسالي تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. وبرده نساعد بعضها في الكومنتات، اي بنوته عملت حاجه موفره في شقتها وفي التجهيزات بتاعتها تقول لنا تحت في الكومنتات علشان نساعد بعض. وانا عارفه ان انا غايبه عنكم في القناه بصراحه، مقصره فيها، بس اعذروني والله شغلي صعب جدا وبرجع متاخر مع بيتي والقناه التانية والانستجرام، فما بقيتش قادره ان انا اواكب ده كله. ف يعني بس لقيت نفسي النهارده فاضيه شويه كده، قلت اقعد اتكلم معاكم علشان افيدكم وتفيدوني ونفيد بعضينا كلنا، عشان ناس كتيره منكم بقت تلومني تقولي انت ليه مش بتنزلي فيديوهات على القناه. فخلونا نبدا. اول حاجه فكرت فيها، او مثلا اول بند ناس كتيره قوي ممكن ياخد منها التكلفه طبعا، هو العفش ايتم مهم واساسي في البيت، هو اللي بيدي الشكل، هو دي الحاجه اللي هتعيش معانا. دايما بيبقى فيه جدال كده وصراع، جاهز ولا عموله. انا شفت حاجات كتير جاهز، لقيت ان بنفس التمن الجاهز ده اقدر اعمل حاجة عمولة خشبها اعلى بكواليتي احسن، بحاجة يعني حاجة انا مفصلاها بدماغي شكل انا عايزاه. طيب، الفكرة في ايه؟ الفكرة ان في بنات كتيرة وبشوف ده في صحابي بصراحة ساعات، ان هو لا، انا هروح معرض كبير علشان حاجته تبقى كويسة. والموضوع عايزه اقول لكم مش بالاسماء تماما. المعارض الكبيره دي بتبقى صارفه على اسمها، صارفه على الدعايه عندها، صارفه على العمال، صارفه على ايجار محلات. كل ده بيكلفهم تكلفة زيادة، يحطوهم على مثلا اوضه النوم دي ممكن تلاقي هي في معرض صغير او في ورشة صغيرة بسعر النص تقريبا. ده مش معناه ان في المكان ما تشتروش معارض كبيره. طبعا لو انتوا الموضوع المادي مش فارق معاكم براحتكم طبعا، لفوا وهاتوا واختاروا وهاتوا من الاسماء اللي انتوا عايزينها. لكن لو انت بتحاولي تدبري وبتحاولي تساعدي خطيبك بتشاركيه، انزلوا دوروا في اماكن شعبيه كتيره فيها ورش بتعمل الاوض دي وبتعمل الحاجات دي عموله، والمعارض الكبيره بتاخد منها وتضيف عليها ضعف السعر مكسب ليهم، وحاجات تغطي التكلفه اللي انا لسه قايلاها ده كله. يعني بما ان جوزي شغال في المجال ده شويه، يعني انا عرفت التفاصيل دي. زي مثلا المطابخ هتلاقوا فيه ورش بتعمل مثلا سعر المتر برقم فلاني، تلاقي نفس الخامات دي بالظبط لو معرض كبير بيعملها الضعف بالظبط. والمعرض ده مبقاش عنده ورشه، بيروح يتعاقد مع ورشه من دول يعملها لهم ويعرضها عنده او يبيعها عنده بسعر عالي. في الناس بتروح على الاسماء والاسعار العاليه ظن منهم ان ده احسن، بس ده مش شرط ومش مقياس. نطلب مننا هنا نعمل ايه؟ ننزل وندور ونشوف ونسأل. لو في حد هنتفق معاه ان هو يعمل عمولة، نشوف شغل يكون هو عامله، اطمنتي على الماتيريال، اطمنتي على الخامات، خدي نجار معاكي، خدي حد بيفهم معاكي، وصدقوني هتلاقي نفسكم وفرتوا وعملتوا حاجات. اكيد في عموله وحش، بس في عموله حلو وفي تجارب حلوه. انا حاجتي كلها عاملاها عند ورشه صغيره بس طلع لي حاجه زي ما انا عايزاها الحمد لله، وموفره فيها بسعر كويس. المطابخ كذلك في مناطق كتيره قوي، يعني اللي انا على علمي مثلا منطقه زي ال40 دي، في مناطق في المرج وعزبة النخل، مناطق شعبية إلى حد ما، بس فيها بصراحة ورش وناس بتصنع بأسعار كويسة جدا. المعارض الكبيرة قدام عيني بياخدوا منها ويضيفوا عليها السعر. فأنا ده بتكلم للناس اللي عايزة توفر. دوري وشوفي حد، ما تعمليش معاه الأول مرة، شوفي حد بس يكون حتى متعامل معاه. روحي شوفي فجأة كده طبي عليه في الورشة وشوفي الخامات اللي بيستخدمها علشان تطبق. هتكلم فيه هي ديكورات الشقة. بعد ما بنفرش طبعا الشقة بتبقى بلاين كده ساده، عايزين نحط لها ديكورات، والديكورات للاسف بتلاقي طلع رقم لوحده. فمن الاماكن اللي انا انصحك بيها ضرب البرابره في العتبه.
هتلفي يومين 3 كده بس هتلاقي نفسك وفرتي كميه فلوس مش طبيعيه. بوت الزرع اللي كنت بشوفه اونلاين ب 700 800 جنيه راح اشتريه هناك ب 400 جنيه. التابلوهات دي سعرها رخيص جدا، انا مش فاكره بس سعرها رخيص جدا، ممكن التلاته مع بعض مثلا 100، يعني رقم مش تتخيلوش. جايبه فازات كتيره زرع ب 50 و 100 جنيه وحاجات شكلها تحفه جدا. جايبه من هناك مفارش حلوه قوي، جايبه شمعدانات كده وشموع وحاجات حلوه كلها باسعار القطعه ما تزيدش عن 100 جنيه. نفس الحاجات دي موجوده اونلاين وموجوده في المحلات الكبيره اللي في مصر الجديده واللي في مدينه نصر واللي في المولات باضعاف الاسعار حرفيا. كلها ان انت حاولي لو انت رسمه اوريدي الشقه بتاعتك مهندسه رسمها لك فهيبقى سهل عليكي انك تختاري الديكور. لو مش كده فانت هتجيبي صور من ايكيا زي ما اتكلمت قبل كده في الفيديو بتاع ازاي نصمم شقتنا، اتكلمت اكتر في التفصيل عن الموضوع ده وتبقي عارفه هتشتري ايه وتنزلي هتلاقي حاجات كتير قوي شبيهه هناك. على فكره الناس فاكره ان هي حاجات شعبيه، لا بالعكس، دلوقتي كمان في محلات اصلا بتبيع كل الديكورات التركي وكل الحاجات اللي هي الغاليه اللي احنا بنشوفها دي، بس طبعا باسعار فيها فرق كبير. من هناك كمان جايبه المفارش الفارو اللي تتباع بسعر غالي قوي. انا كنت عايزه ما عندي 3 ترابيزات هيتحطوا في نفس مكان قريب كلهم فرو ابيض، لو انا رحت اشتريت مفرش لكل واحد فيهم هيعمل رقم. كل اللي انا عملته رحت اشتريت متر فرو هناك، مش فاكره بكام صراحه عشان انا الحاجه دي طبعا بقى حوالي 8 او 9 شهور، متر فرو وبالمقص بس، وعمل لي 3 مفارش انا عايزاها بفرق كبير جدا جدا في السعر. من الحاجات كمان اللي انا وفرت فيها واشتريتها من نفس المكان ده كانت النجف. الحمد لله كل اللي عندي شوف النجف بيعجبه، ستايل تركي وبسيط وهيتي قوي باسعار محدش بيصدقها من هناك. عايزه اقول لكم نفس النجف ده كنت مثلا بسال عليه، مش هقول لكم في حته غاليه قوي ولكن مثلا حاجه زي ميدان الجامع معروف في محلات كتير بس الاسعار كنت بلاقيها الضعف. فهناك في باب الشعريه في مكان اسمه وتاني في عتبه اسمه سوق الكهرباء عندهم النجف باسعار رخيصه قوي، حسب انتي ذوقك ايه هتلاقوا حاجات كتيره حلوه، وكل ما حاجه تكون بسيطه تكون احلى واشيك ومتبقاش زحمه المكان عندك، وطبعا حسب ذوقك وحسب اختيارك. ده بالنسبه للنجف. جبت من هناك تاني في العتبه كده محل برضو بتاع مفارش بقى التسريحه واوضه النوم والترابيزه بتاعه مثلا التلفزيون والحاجات دي، في هناك برضو مفارش بصراحه باسعار كويسه قوي. والحديث برضو عن المفارش كنت كلمتكم في الفيديو بتاع مفروشات العروسه عن مفرش العروسه الناس كلها بتجيبه ب1000 جنيه و2000 جنيه عشان تحطه يوم وخلاص. انا ما عملتش كده، انا نزلت برضو اشتريت قماش جاهز، طراز جاهز بسيط قوي دهبي لطيف قوي قوي قوي، وعملته وعملت له خداديتين تفصيل مكلفش بجد حرفيا 300 400 جنيه، وحاجه حلوه قوي عمليه وهتغسل بالغساله وهستخدمها على طول، وهيوفر معايا جدا جدا في موضوع مفرش العروسه. الناس بتروح تشتريه بارقام كبيره جدا. برضو من الحاجات اللي انا جبتها من هناك كان بوكيه العروسه او بوكيه بتاع الورد. كنت بقى بسال اونلاين بلاقي ارقام خرافيه في بنوته كانت شاريه من هناك قدام عيني بالظبط البوكيهين اللي هم من هناك، وخدت منها البيج بتاعتها سالتها البوكيهين دول لما عملتهم مع بعض وهي ادتني سعر 3 اضعاف ما هي شارياه، مجرد ان هي حطيتهم مع بعض بس كده وريبون لفتهم وخلاص وبعتهم على البيج عندها. مش بقلل مجهود اي حد ولا بقلل من الناس اللي بتشتغل وبتكسب اونلاين براحتهم، وانتي في ناس بالنسبه لها العتبه دي وضرب البرابر والحاجات دي صدمه كده، لا ما تقدرش تنزل هيك. بس بتكلم دلوقتي الفيديو بصراحه للناس اللي عايزه توفري هتتعبي شويه وهتنزلي تختاري كل حاجه بنفسك. فهناك في هناك محلات كتيره قوي قوي بتعمل بوكيهات ورد، ممكن بتبدا من 200 جنيه 250 اقصى حاجه 300 جنيه. انا مش فاكره بتاعي كنت عاملاها برينج 250. قعدنا شويه حلوين واقفين مثلا مستنيين دورنا عشان كان في حبه عشان كان في موسم، جوزي كان هيضربني وهو واقف مستني، بس رحنا طلبناه وقلنا له هنعمله، وعقبال بقى ايه لخدنا لفتنا كده اشترينا الحاجات اللي كنا عايزين نشتريها زي مفارش والحاجات دي ورجعنا تاني ووفرنا. من الحاجات اللي ساعدتني شويه ان الواحد يبقى عنده ذكاء في الاوفرز، لو لقى اي اوفر يستغله، بس لو هو اوفر حقيقي، عشان في طبعا اماكن كتير قوي بتعمل اوفرز وهميه وتكون مغليين السعر اصلا. مثلا الفتره اللي فاتت على نون كان في حاجات لطيفه، انا كنت شاريه مع نون شويه منظمات شويه حاجات كده، فاستغلوا اليومين الفاضلين في شهر 11 هم عاملين عروض كويسه. وهكتب لكم برده اكواد الخصم بتاعتي، ممكن تطلبوا اي حاجه من على نون بخصم 10%. هسيب لكم اكواد الخصم بتاعتي. ومش بس نون، في محلات كتيره بتعمل اوفرز
على الاجهزه الكهربائيه، مثلا الحاجه بتاعت اللي هي الفرشه الحراريه، الليس والحاجات الشخصيه بتاعتك والميك اب، لو جبتوهم من على نون اليومين دول هتلاقوا اسعار حلوه بصراحه وهتبقوا وفرتوا. انا برضو السشوار والفرش الحراري والحاجات دي كنت شارياهم اونلاين باكواد خصم بنفس الطريقه، ودي كان برضو طريقه ساعات بوفر بيها لما الاقي اي اوفر اونلاين على طول استغله واجيبه. اخر بند هتكلم فيه هو الفستان والميك اب. بالنسبه للفستان بتاعي مش هتكسف واقول انا جايباه منين يا جماعه، انا مش رايحه متعادل مع مصمم معرفش مين وشارياه من المكان الفلاني بمبلغ كبير، لا، في منطقه التجمع معروف ان فيها مصانع كتير، انا رحت اشتريته من هناك حرفيا بسعر الايجار وارخص من سعر الايجار في اماكن كتير. انا رحت اشتريته بتاعي، ما كانش عندي حته توتر بقى ان انا قلقانه اروح ما الاقيهوش ولا اروح الاقي حد لابسه زي ما حصل مع ناس قريبه مني والاقيه متوسخ واكون متفق عليه اول لابسه وما يطلعش كده. فانا قررت ان انا اشتريه، كنت حتى شاريه قبل ما احدد فستان الفرح. دوروا، انا بصراحه اللينكات والاسامي ضايعه مني عشان انا فات عليا 8 شهور على الجواز فنسيت، والحاجات دي كمان كنت عاملاها قبل كده. فلكن انتوا لو دورتوا هتلاقوا بيدجات كتيره او جروبات كتيره لفستان عرايس، اسالوا ودوروا عن المصانع بتاعه التجمع، هتلاقوا حرفيا اسعار بتبدا من 2300 2003 و4 و5، اسعار مش هتلاقوها في حته تانية. بتاع العروسه يا جماعه محدش يجري ورا الاسماء الكبيره، برضو انت لو معاكي البادجت عايزه تتعاملي معاهم براحتك، بس انا والله شفت ناس كبيره ومشهورين وبياخدوا 10 و12، وشفت العرايس اللي هم عاملين على الطبيعه وكانت زي الزفت بجد بجد، والميك اب مش احسن حاجه وبيشقق وبيبقى في الكاميرا بس شكله حلو في الطبيعه وحش او مغير الملامح. فيا جماعه مش بالاسماء، حاولوا تشوفوا ناس اسعارها متوسطه على قد البادجت بتاعتكم، ما تدفعوش مبالغ كبيره على حاجات هتبقى يوم وتعدي. هنفرح باي شكل من الاشكال، بس عايزين ربنا يبارك لنا في حياتنا ونبقاش اسرفنا في حاجات فعلا ملهاش لازمه. انا مش مع خالص ان انا ادفع مبلغ كبير خالص في موضوع الميك اب ده، ادفع مبلغ متوسط مناسب حسب ميزانيتي. في ميك اب ارتست كويسه، في ناس كتير قوي كويسين مش مشهورين، فبالتالي اسعارهم عاديه. يا جماعه الناس التانية دي بتحط مجرد رقم عالي علشان هي مشهوره، عشان اسمها، عشان بتتعامل مع ناس مشاهير. ابدا ان انا البادجت بتاعتي عاليه او سعري عالي فانا كده تمام وزي الفل والعرايس تطلع من تحت دي بيرفكت، لا، يعني مفيش عروسه هتبقى وحشه اصلا لو انت بس اتعاملتي مع وشها ببساطه وانت كنتي محضره وشك كويس ومعالجاه والدنيا تمام. فدوروا في الجروبات بتاعت البنات زي برايدال كلاب وزي غيرهم عن اسماء ميك اب ارتست تكون اسعارها متوسطه. شوفوا صور للبنات على الطبيعه من غير ايديت، الصور اللي البنات نفسها واخداها مش اللي الميك اب ارتست منزليها عندهم على البيجات. لو قدرتي، انا مثلا متعاقدت مع ميك اب ارتست قلت لها عايزه اجي اشوف بصراحه شكل عروسه على الطبيعه، اختي برضه عملت كده وراحت شافت عروسه على الطبيعه، فممكن تعملي الموضوع ده عشان تطمني اكتر، عشان تبقي شايفه الفينش النهائي بيكون عامل ازاي، وكده كده تلاقي قمر في كل الاحوال. اتمنى اكون غطيت الحاجات اللي انا افتكرتها. لو حد عنده اي سؤال تحت يسيبه في الكومنتات. اي حد قدر يوفر في تجهيزات الشقه بتاعته وتجهيزات الفرح يقول لنا علشان نستفاد احنا كمان، وقولوا لي الموضوعات اللي انتوا عايزينها للفيديوهات الجايه ان شاء الله.